هو أنت فعلا في علاقة سامة ولا ده مجرد تخيل؟ بقينا بنردد يوميا جملة علاقة سامة، لكن هل أنت عارفة يعني إيه علاقة سامة أصلا؟ بص يا ستي، العلاقة السامة هي اللي بتسبب ليكي ضرر نفسي كبير، زي إنك دايما حزينة ومضغوطة وحاسة إنك في العلاقة لوحدك ومش قادرة تحسي معاه بالأمان، ولا إنك مرغوب فيكي، وده لأنه مثلا بيتنمر عليكي، بينتقدك طول الوقت، أو بيقلل منك وبيشيلك مسؤولياته. وممكن العلاقة تسبب ليكي ضرر جسدي، زي إنه بيضربك أو أي أذى جسدي تاني. وخلي بالك إن العلاقة السامة مش بس بتكون بينك وبين خطيبك أو جوزك، لا دي ممكن تكون بينك وبين صديقتك أو زميلتك في الشغل أو حتى حد من أهلك. وطبعا وجودك في علاقة سامة زي دي بيكون سبب كبير له عدم تقديرك الكبير لنفسك وعدم ثقتك فيها، وخصوصا إن الإحصائيات أثبتت إنها بتؤدي إلى تدمير الصحة النفسية والعقلية والجسدية كمان. ولو عايزاني أعرفك أعراض العلاقة السامة في فيديو جديد عرفيني في كومنت. كنت معاكي أنا هند صلاح، لايف كوتش وممارس علاج شعوري، ولو حابة تعرفي أكتر عن نفسك وعن مشاعرك تابعيني.